يعني كيف يمكن فهم دور الجزائر في دعم البوليساريو؟ هل هو امتداد لمبدأ دعم حركة التحرير الذي تبنته الجزائر بعد استقلالها، أم أن هناك أبعاد استراتيجية مرتبطة بالتوازن الإقليمي مع المغرب؟ وكيف يفسر كل طرف هذا الدور بشكل مختلف؟ في سياق الحرب الباردة كانت عدة حركات تحرير تتلقى دعما من دول مختلفة، فهل هناك أدلة موثوقة على طبيعة الدعم الذي تلقته البوليساريو من دول مثل ليبيا أو في عهد معمر القذافي، أو دول أخرى؟ وهل كان هذا الدعم حاسما في مسار النزاع أم مجرد عامل ثانوي؟ فعندما نتحدث عن التسلح في النزاع، كيف يمكن التحقق من مصادر السلاح التي استخدمت من طرف مختلف الأطراف سواء البوليساريو أو المغرب؟ وهل كانت هذه الأسلحة جزءا من صفقات دولية مرتبطة بالحرب الباردة أم بدعم إقليمي مباشر؟ وما مدى دقة الروايات المتداولة حول هذا الموضوع؟ إذا افترضنا أن كل طرف يمتلك جزء من الحقيقة التاريخية، فهل المشكلة اليوم هي في غياب أدلة أم في طريقة تفسير نفس الأدلة؟ وكيف يمكن أي مؤرخ محايد أن يكتب تاريخ هذه المنطقة دون أن ينحاز لأي رواية؟ وربما السؤال الحقيقي ليس فقط من كان يملك الأرض في الماضي، بل كيف يمكن لسكانها اليوم أن يجدوا مستقبلا مشتركا، لأن التاريخ قد يفسر بطريقة مختلفة، لكن الواقع يحتاج إلى حلول عملية. نلتقي بعد ساعة تقريبا ونخوض في هذا النقاش إن شاء الله.